السلام عليكم احباب، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال في اي وقت شفتوه. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الطورطه لذيذه، طورطه ديال 3 الطبقات. تابعوا الفيديو فيه الطريقه مفصله سهله، غتبهري بها ضيافك ان شاء الله وغتفرحي بها وليداتك. ندوزو نيشان المقادير او الطريقه. هنايا خديت واحد البيضه، غادي نطربها مع واحد تقريبا 3 المعالق ديال السكر، وغادي نضيف 3 المعالق ديال الزيت النباتي، وغنضيف 3 المعالق ديال الحليب وغنطربهم، وغنضيف لهم ما يقارب كاس ونص ديال الطحين، فيه 3 المعالق او 4 المعالق ديال الكاكاو، مع كيس واحد ديال 18 غرام ما كاملش، ما غاديش نحطو الكيس كامل ديال البيكربونات الصوديوم او اير اسمحوا لي ديال الخميره الفوريه اللي هي خاصه بالحلويات، اسمحوا لي. وغادي نطربهم وغندخلهم للفران اللي سخون من الفوق ومن التحت على درجه 170 درجه، وغادي نخليه مده ديال 10 ديال الدقائق حتى ل 15 دقيقه على حسب الفرن. ونبقى نحا ديال الكيكه ما نحلش عليها، من بعد نتقبها بشي عود شواء باش نتاكد انها طابت، نخرجها من الفران ونخليها تبرد. هني كتشوفوا معايا غنمشي نصايب الكريمه السائله اللي غنحتاج ليها علب ديال الكريمه السائله ديال الخفق. حنا احتاجيت 800 مليلتر، كل علبه فيها 200 مليلتر ديال الكريمه، وغادي نطربوهم مع شويه ديال السكر. هاد الكريمه غادي نحتاجوها، هي لا باز ديال لا تارت. غادي نطربها بالعجانه الا كان عندكم الباتور اليدوي او اي باتور، ولكن العجانه صراحه كتطربها مزيان وكتجيبها جامعه راسها، داكشي باش استعملتها. من بعد ما غنطربها غادي نقسمها على 3 ديال الاقسام. هنا كي كتشوفوا معايا في الفيديو قسمتها ل3 ديال الاقسام، باش من بعد غادي نضيف النكهه لكل قسم، غادي نضيف ليه نكهه خاصه به. هنايا ملي بردت ليا الكيكه اللي صايبت اللي تكون رقيقه، غادي ناخذ مول وغادي نقطعها على حسب المول في داك الاناء اللي غتصايبوا به. هنا ما كانش عندي ديك سميتو ديال الكرتون ديال الحلويات اللي غندير من التحت، اكتفيت انني نديرها نيشان من في البلا ديال التقديم. هنايا غادي نحاول نقطع بواحد المول اللي غادي نصايب فيه ديك الحلوه، غادي نحاول نقطعو نعبر به ونقطع الحلوه. كي كتشوفوا معايا غادي نصايبها كتبقى في الاسفل، ومن بعد غادي ممكن انكم تسقيوها الا كانت ناشفه، ممكن تسقيوها بشويه ديال السيرو ديال السكر والماء. هنا غندوز نصايب الطبقات ديال الشوكولات. غادي ناخذ الشوكولا المر تقريبا واحد 200 غرام الكبير، غادي نقسمها للنص، النص غنحتفظ به باش نصايب به الطبقه الفوقانيه نزين به، والنص الكبير غادي نحاول ندوبو في الميكرووند. وغادي نضيف ليه واحد الكيس ديال الجيلاتين، 2 اكياس ديال الجيلاتين، كل كيس فيه تقريبا واحد 3 غرام ديال الجيلاتين. غادي نضيفو الشوكولات وغادي نحرك مزيان باش يتجانسوا ليا ويذوب ليا داك الجيلاتين في الشوكولات. ومن بعد غادي نخلطو بالكريمه اللي قسمتها ل3 ديال الاقسام. هنايا هاد الكريمه غادي نحاولوا تجينا اكثر في المذاق ديالها، غتجيب المذاق ديال الشوكولاط المر وكتجيب شويه اللون ديالها غامق. ممكن تضيفوا الشوكولات على حساب الذوق ديالكم. هنايا هكا الكميه اللي كانت متواجده معايا استعملتها. كي كتشوفوا معايا غادي ناخذ ديك الكريمه ديال الشوكولاط المر، غادي نحاول نشكل بها واحد الطبقه فوق الكيك، ومن بعد غندخلها للثلاجه باش تجمد ليا، وغنمشي نصايب الطبقه الثانيه، لا سمحوا لي الطبقه الثالثه. هنايا غادي ناخذ 100 غرام ديال الشوكولاط ديال الحليب. كيكون الشوكولاط فيه تقريبا واحد البورسونتاج ديال الشوكولاط، و 100% 50% شوكولاط و 50%
حليب. هنايا غادي نسخنو بنفس الطريقه، غنسخنو في الميكرووند وغادي نضيف ليه 2 اكياس ديال الجيلاتين ديال 3 غرام، وغادي نخلطو مع الكريمه. وحنايا غادي نحصل على المذاق ديال الطبقه الثالثه، مذاق ديال الشوكولات بالحليب، اللي كيكون فيه الشوكولاط وحليب، 50% ديال الشوكولاط و50% ديال الحليب. وغادي ندوز نصايب الطبقه الثانيه، غادي ندخلها للثلاجه وغناخذ الشوكولاط عاوتاني ديال الحليب الابيض. غادي ناخذ 100 غرام، ماشي 100 غرام، 75 غرام سمحوا لي، ديال الشوكولاط، تقريبا علبه. وغادي نقطعها وندخلها في واحد الاناء ديال الزاج، نديرها في الميكرووند. هنايا الا ما كانش عندكم الميكرووند ممكن تسخنوا على في حمام ديال مريم، على البخار ولا على الحمام مريم. وهنايا كي كتشوفوا معايا غادي نضيف لداك الشكلاط واحد 2 اكياس ديال 3 غرام، كل كيس فيه 3 غرام، غادي نضيف لهم 2 اكياس ديال 3 غرام ديال الجيلاتين. وغادي نخلط من بعد ما يذوب لي الجيلاتين في الشكلاط اللي كيكون سخون، غادي نضيفوا الكريمه، الكريمه اللي خليت اللي قسمتها. وغادي من بعد غادي نصايب به الطبقه الرابعه، وغادي ندخلو للثلاجه يبرد. وغادي ندوز نصايب الكريمه اللي غادي تكون الطبقه الفوقانيه النهائيه خلاص للتزيين. غادي ناخذ كريمه تقريبا واحد 200 مليلتر، غادي نضيف ليه واحد شويه ديال السكر، تقريبا واحد 3 المعالق، والنكهه ديال الفاني. وغادي نضيف ليها الجيلاتين حتى هي واحد 2 اكياس، كل كيس فيه 3 غرام ديال الجيلاتين. هنا ممكن تستعملوا كاع في هذه المرحله تعوضوا الجيلاتين كيكون بودر او غبره، ممكن تستعملوا جيلاتين اوراق. كل كيس تقريبا غادي ديروا 2 اوراق، كل 2 اكياس غادي تعوضوهم ب2 اوراق ديال الجيلاتين. هنا كتشوفوا معايا غادي نصايب ديك الطبقه الفوقانيه الاخرانيه بالكريمه اللي صايبتها اللي طربتها، وغادي ندخلها للثلاجه تقريبا ليله كامله. هنايا فاش لغد ليه، فاش بردت لي ديك الطور، هنايا غندوز نصايب الكاناش ديال الشوكولا باش نزين به الطورطه، الوجه ديال الطورطه. غادي ناخذ ما تبقى ليا ديال الشوكولاط المر. في الاول راكم شفتوا معايا خليت النصف، غادي ناخذ هذيك الكميه اللي خليت، غادي نضيف ليها 3 المعالق ديال الحليب سخن اللي مسخناه، وغادي نضيفو على الشوكولاط، وغادي نحركو تدريجيا حتى يذوب لي هذيك الكميه ديال الشوكولاط باش نحصل على كلاصاج للتزيين ديال الطورطه. هنايا غادي نخرج الطورطه وغادي نصايب ليها الوجه ديالها، نزينها بداك الشوكولاط، الكلاصاج او الشوكولاط اللي صايبنا. غادي نصايبو من الفوق حتى نحصل على وجه كامل وصل ليه داك الكلاصاج. كتشوفوا معايا كيجي ساهل في انك تصايبيه، فقط الشوكولاط والحليب. غادي ندخلها للثلاجه واحد 4 سوايع لما تجمع ليا ديك الطبقه ديال الكلاصاج، ومن بعد غادي نخرجها ونزينها بالشوكولاط المر. كي كتشوفوا معايا درت الشوكولاط من الفوق كتزين، ممكن تزينوها بطريقه اللي كتعجبكم. هنايا وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. الطورطه لذيذه بزاف. هنايا صراحه ما صبرتش انا عليها دغيا، جبت ناكلوها، كانوا عندي شي ناس. ومهم نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتخليو لي لي كومونتير وتشتركوا في القناه باش يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنحطو. نخليكم في امان الله. العاقل من ترك الدنيا قبل أن تتركه، وعمر قبره قبل أن يدخله، وأرضى مولاه قبل أن يلقاه. تخيل أنت هذا حياتك، ترك الدنيا يعني شنو؟ يعني ما تلهيني عن الآخرة. مو معناها ما أعيش، مو معناها ما أنجح، مو معناها ما يفتح علي ربي، ما تلهاني عن الآخرة.